واحد كانت متوفرة فيه الشروط لكن لم يحج فمات. تابع معايا الحلقة دي وهنتكلم عن شرط الاستطاعة من شروط وجوب الحج، وده الشرط الخامس. وانت هتعرف تفاصيل كتيرة جدا، وممكن تتفاجئ ان في حاجات ومنها حاجات خطيرة انت ما تعرفهاش عن موضوع الاستطاعة. أنا محمد سعيد ودي سلسلة حجك ببساطة. النهارده هتكلم عن شرط الاستطاعة، وزي ما قلت لك ان هو في تفاصيل كتيرة جدا محتاج تعرفها. اول حاجة الفقهاء عندهم مصطلح اسمه المعضوب. مين هو المعضوب؟ هو من عجز ان يحج بنفسه عجزا لا يرجى زواله. ليه؟ اول حاجة ممكن يكون كبير في السن. كبير في السن لا يستطيع أن يثبت على راحلة أو ما يقدرش على مشقة الحج، فده بيسمى معضوب في اصطلاح الفقهاء. أو به زمانة. الزمن معناها لا حراك به، والزمانة إن هو مصاب ببلاء أو بعاهة، يعني يا جماعة عنده مرض لا يرجى زواله فهو مكمل معاه، فده بيقول الفقهاء عنه المعضوب اللي هو عجز أن يحج بنفسه عجزا لا يرجى زواله. طيب في شرط الاستطاعة ده لازم هبدأ أفرق إن أنت ممكن تكون مستطيع بالنفس أو مستطيع بالغير، ودي حتة مهمة جدا في ناس بتغفل عنها. يعني إيه؟ يعني ممكن أكون أنا كبير في السن ما أقدرش إن أنا أحج ومشقة الحج، لكن معايا المال وكل الشروط التانية متوفرة اللي اتكلمت عنها في الحلقة اللي فاتت. فطالما توفر معايا المال فأنا بعمل حاجتين، يا إما أوكل من يحج عني أو إن أنا أستأجر الغير، على القول طبعا بجواز الإجارة وهو الراجح. طيب شروط الاستطاعة بالنفس 5، ركز معايا بس فيهم عشان مهمين جدا. رقم 1 صحة البدن، معناها ان الجسد بتاعه او البدن بتاعه يقدر ويتحمل مشاق الحج. كل واحد يا جماعة أضرب نفسه. امتى اقول ان ما فيش صحة بدن؟ لو واحد يهلك في السفر وهو راح يحج ده لا يلزمه الحج، ده ما يحجش بنفسه. ليه؟ انا هنا بتكلم عن شروط الاستطاعة بالنفس. او ان المشقة الشديدة بتاعة الحج بتؤثر على صحة الانسان، بس يعني تؤثر. كل واحد يا جماعة أضرب نفسه، سيحاسب بين يدي رب العالمين. الشرط الثاني وجود الزاد، والشرط الثالث وجود الراحلة. طيب الزاد اللي هو المال، الفلوس. الفلوس دي ايه الضابط بتاعها؟ ان هي يكون زيادة عن ما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. زيادة يعني ايه؟ انا هفترض يعني ان الحج دلوقتي مثلا محتاج 250,000. حلو؟ البيت بتاعي في فترة الحج والله هيمشي ب 10,000 جنيه. فأنا دلوقتي لو معايا زيادة عن ال 260,000 مثلا، أنا بضرب مثل، أنا عارف إن الأرقام عالية، لكن أنا لو معايا زيادة عن الرقم ده اللي هو يكفي مؤونة الأولاد على الدوام لغاية لما أرجع وفلوس الحج، هنا تمام. أقل من كده أو عليا ديون لا يلزمني الحج. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما يحبس عمن يملك قوته، وفي رواية أن يضيع من يقوت. يبقى دول كده أول 3 شروط في الاستطاعة بالنفس: صحة البدن، الزاد، والراحلة اللي هي وسيلة المواصلة. الشرط الرابع أمان الطريق. في بعض الناس زمان علماء كان بيخرج عليهم قطاع الطرق ويموتوا من العطش، لكن دلوقتي الحمد لله رب العالمين نحن في أمان عظيم. والشرط الخامس أن يكون عليه من الوقت ما يتمكن به من السير. يعني دلوقتي رايح حج وجيت احاول اطلع تاشيره عشان الحق، احنا عارفين ان اخر وقت في الحج هو امتى؟ ان انت تلحق تقف بعرفات قبل فجر يوم النحر، يعني مش بعد المغرب، لا ده انا خلاص الناس افاضت وطلعوا من عرفات تمام ورايحين على المزدلفه، وانا بقى ما متاخرت وبتاع ولحقت ان انا اقف في عرفات قبل فجر يوم النحر اللي هو اليوم العاشر. لو انا ادركت كده احرمت وقفت الوقفه دي ولو لحظه من الليل، يبقى انا كده ادركت الحج، ابدا اكمل المناسك، يبقى عندي الوقت اللي تمكن بيه من السير من الوصول. طيب تاشيرات خلصت وانا كان معايا الفلوس ومستطيع وكل حاجه وما قدرتش ان انا الحق تاشيره عشان اسافر، فخلاص انا هنا معليش حج السنه دي وان شاء الله احج من العام القادم. اخر حاجه بقى، ودي مساله مهمه جدا جدا جدا، ايه هي؟ ان واحد مات، اول ما الواحد بيموت يجي الورثه يقول لك يلا نوزع ونشوف الدنيا فيها ايه، لكن هم ما بينظروش. عندنا حديث المراه التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: ارايت لو كان عليها دين اكنت تقضيه؟ يعني تقضي عنها الدين؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. واحد كانت متوفرة في الشروط لكن لم يحج فمات، فقبل توزيع التركة والله لا، الراجل ده كان عليه شروط الحج كانت متوفرة وكان معاه المال تمام، وكان يستطيع ان هو ممكن يحج بالغير مثلا لو مش بالنفس، فيقول لك لا، يتاخد من التركة بتاعته او من الميراث بتاعه الفلوس دي ويطلع حد يحج عنه، يوكله حد يحج عنه تمام كده، ولو عليه ديون للعباد، وبعد كده التركه تتوزع على الورثه. لكن ما يحصلش ان هو لا فلان مات يلا كذا كذا، ما بينظروش في بعض الحاجات دي، لكن دين الله احق بالقضاء. دي كده كانوا 5 شروط للاستطاعه بالنفس. تابع معايا سلسله حجك ببساطه وهتعرف ان شاء الله ازاي تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.